تعرف انك لو اهتميت بزراعتك بكل حب هتكبر بشكل صحي وطبيعي؟ في مرة قريت قصة غريبة عن جزر جنوب المحيط الهادي اسمها جزر سليمان. السكان الأصليين في الجزر دي لما بيبقى عندهم شجرة ضخمة كبيرة ومش قادرين يقطعوها، تخيلوا معايا كده بيعملوا ايه؟ بيقفوا حوالين الشجرة دي لمدة 30 يوم بيصرخوا عليها: انتي شجرة سيئة، احنا بنكرهك، انت عديمة الفايدة. وبعد ال30 يوم الشجرة بتنهار وبتموت، لأن هما باللي عملوه ده قتلوا روحها. تعالوا كده نفكر ونشوف احنا كام مرة بنقف حوالين ولادنا من غير قصد ونزعق ونعلق أو حتى بنقارن. انت دايما مهمل، انت مش هتتعلم أبدا، شوف أخوك أحسن منك ازاي. كلمة ورا كلمة ورا كلمة. بنفتكر ان احنا كده بنربي، بس الحقيقة احنا بنهد. التكرار في النقد والتوبيخ ممكن يطفي روح إنسان حتى لو من غير ما نقصد. وزي ما الكلمة الوحشة بتموت شجرة، الكلمة الحلوة بتبني إنسان. سمعوا ولادكم دايما كلام حلو وشجعوهم، زي مثلا: أنا بحبك مهما حصل، أنا شايفاك بتحاول، أنا فخورة بيك دايما. على فكرة الكلام الحلو ده مش دلع، الكلام الحلو ده السماد اللي بيغذي ثقته بنفسه، اللي بيخليه يكبر ويقويه من جواه. وزي ما دايما بنقول، التربية مش سهلة بس مستاهلة. كنت معاكم بسمة القطان على راديو في السكة.